كورة على السريع. رسميا نادي برشلونة يحقق لقب الدوري الإسباني لموسم 2025، وبرشلونة يحقق لقب الدوري للمرة 28 في تاريخه، وبرشلونة يصل للقب رقم 97 في تاريخه. وفي أول موسم للمدرب فليك مع نادي برشلونة حقق الثلاثية المحلية. والحارس البولندي تشيزني يحقق 3 ألقاب في أول موسم مع برشلونة من عودته من الاعتزال. ولامين يامال بعمر 17 سنة فقط يحقق ثاني لقب دوري ويعادل الأسطورة كريستيانو رونالدو بعدد ألقاب الدوري الإسباني. والأسطورة ليونيل ميسي يهنئ نادي برشلونة بتحقيقهم الدوري عبر الستوري. ورسميا نادي الاتحاد السعودي يحقق لقب الدوري السعودي لموسم 2025، ونادي الاتحاد يحقق لقب الدوري رقم 15 في تاريخه. ولاعبين الاتحاد ماريو ميتاي وأوناي هرنانديز وحسام عوار يحققون أول لقب في مسيرتهم الرياضية. ورسميا نادي بولونيا الإيطالي يحقق لقب كأس إيطاليا على حساب الميلان لموسم 2025، ونادي بولونيا لأول مرة يحقق لقب منذ 51 سنة. ورسميا المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي كأس أفريقيا تحت 20 عام، والمغرب هو البلد الوحيد الذي يمتلك لاعبا في نهائي كل مسابقة من المسابقات الأوروبية هذا الموسم. أشرف حكيمي في نهائي دوري أبطال أوروبا، ونصير مزراوي في نهائي الدوري الأوروبي، وعبد الصمد الزلزولي في نهائي دوري المؤتمرات الأوروبي.